لاعب في ريال مدريد في شهر فيفري ابراهيم دياز وتتويج جديد للاعب على المستوى الفردي. ابراهيم دياز اللي يلعب وياخذ في طون جو في الفتره الاخيره، وهذا التتويج ياتي بعد منح الفيفا الموافقه والضوء الاخضر للمغرب لدعوه ابراهيم دياز. خالد صحيح امين، الحقيقه البرفورمانس عم فيها الشهرين سورتو الاخرانيين، كل ما يدخل يقدم الاضافه، جاب زوز ثلاثه ماتشات وحده، سورتو ماتش كل يوم اثنين الجمعه من 9 ل 10. مرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا، تحياتي يتابعوا فينا على السوشيال ميديا، باج فيسبوك راديو اف ام، باج اف ام سبور، وي اف ام تي في على يوتيوب 24 على 24. حلقه اليوم نحدث فيها على تتويج دياز بجائزه افضل لاعب في ريال مدريد. اليوفي يضمن المشاركه في مونديال الانديه والسيطره الاسبانيه على مستوى المدربين في الشامبيونز ليج الاوروبيه. نقل الدوره الدوليه الوديه اللي تشارك فيها مصر وتونس من الامارات المصر. اسماعيل بن ناصر قائد مكان رياض محرز في المنتخب الجزائري. ابراهيمي في القائمه وتقديم الاطار الفني لمنتخب الجزائر. سادس هزيمه للوداد مع فوزي بن زرتي. الاسعد جرده يعود للبطوله التونسيه، وحمدي العبيدي خارج الديربي سبور شيك من 9 ل 10. مرحبا اف ام سبور شيك معكم مين لنزعزة في الإخراج وإم في اف ام تي في، ومن قربي في السوشيال ميديا. ويحضر معي نجم التدريب في العربية السعودية، نجم المنتخب الوطني التونسي، قرابة 30 مباراة دولية، صاحب الشامبيونز ليج، صاحب لقب الشامبيونز ليج 2011 مع الترجي ضد الوداد. خالد القربي، أهلا وسهلا بك. مرحبا. ساعة شريبتك مين، ساعة شريبتك ب 16، ساعة شريبتك الناس الكل اللي تسمع فينا تفرج فينا على راديو اف ام. ثالث أيام رمضان، كيفاش تحس فيه روحك؟ والله الحمد لله صباح في فورمة الحقيقة، الحمد لله. التدريبات على مستواه نكوروا كل يوم قبل شهر. ما شاء الله ما شاء الله. شكون في التشكيلة في التكوير؟ والله خلفاوي، شكون اخر معنا، امين نفزي، عربي جابر، كلها الاولاد الكل تجي تكون، كلها معتزلين ابار ايام الذكري، كل الناس كل ابار النفزي كهو، الباقي كل لاعبين قدامى ولاعبين سابقين. وصاحبنا ما يكورش وين يا اخي، نجم عنده ركاب بالله ما عادش كهو. شنو العمر؟ العمر ساي ما عادش 42 او 43 والله ما نعرف. اي لا، الحقيقه انا سمعت انه مواظب على ممارسه الرياضه. ممارسه الرياضه ليه؟ هوك قد طوله وقد عرضه، تفهم انت الرياضه. هذه امور ما ندخلش فيها انا. خالد صاحب لقب البطوله في رواندا مع فريق الجيش الرواندي الانيق. عبد الستار موسى، اهلا وسهلا بك. مرحبا. صحة شريبتك يمين، صحة شريبتك خالد. مرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا على يفهم. بالله يفسر لنا في رواندا كلمة موزونغو شنو؟ موزونغو هو الابيض، هو الابيض، هو اللي لونه ليترونجي موزونغو. كان قال لك موزونغو عرف راهي باش يفكر لك. ماني انا في زيارتي رواندا في 2021 في الافرو باسكيت، وقت اللقب اللي هزيناه، من احلى ومن اجمل التجارب اللي عملتها في حياتي في مسيرتي. لقب الافرو باسكيت 2021 مع المنتخب الوطني التونسي لكرة السله. كان لي تاكسي موتار كي نقرب لهم من الايامات الاولى باش ناخذ تاكسي، نسمع موزونغو. شو موزونغو؟ قلت له يا اخي فسرها لي واحد غادي اترونجي. قال لي راه معناها وايت مان وفورنر هكا. طلع شنو السوق مثلا هي ب 300 فرنك رواندي، يحسبوا لك 3000 ضارب 10. من بعد كي قلت له راني من تونس من شمال افريقيا، ولاو يحسبوا لي في سعر محلي. هو راهو كي يبداو يحكيو تونس راهو مناسينا اللي احنا تابعين لافريق، ما همش حاسبيننا تابعين حتى مع ستاف نتاعي نذكر فيهم نقول لهم يا ولادي تونس في الافريق راهو. لا ضحكوا عليا كي قلت لهم امنات موزونغو، ضحكوا عليا، ما عندكش فكره قداش ضحكوا ولاو يتغامزوا كل. قال كيفاش هذا من افريقيا؟ سيرتو انت يا امين عاد عندك اللوك اوروبيان. لا بس تونسي انا، تونسي 100%. لاعب منتخب المغرب ابراهيم دياز افضل لاعب في ريال مدريد في شهر فيفري. ابراهيم دياز وتتويج جديد للاعب على المستوى الفردي. ابراهيم دياز اللي يلعب وياخذ في طون جو في الفتره الاخيره، وهذا التتويج ياتي بعد منح الفيفا الموافقه والضوء الاخضر للمغرب لدعوه ابراهيم دياز. خالد صحيح امين، الحقيقه البرفورمانس عم فيها الشهرين سورتو الاخرانيين،
كل ما يدخل يقدم الإضافة. جاب زوز 3 ماتشات وحده، سورتو ماتش ليبزيك اللي نذكروا البونتو الهدف اللي سجله باليسار هدف ممتاز وحط حل صحيح. معناتها يستحق الحقيقة من أكثر الملاعبية في مدريد تو اون فورم. كسب كبير المنتخب المغربي انه دياز يكون معاهم، والحقيقه باش تكون اضافه كبيره للمغرب. حتى على موقع الليغا الرسمي عبد الستار يتم تغيير جنسيه ابراهيم دياز الى الجنسيه المغربيه بعد تاكيد انه دياز سيمثل منتخب المغرب في قادم المواعيد، والبدايه باش تكون في شهر مارس او اخر شهر مارس. اكيد هو راهو والله الحكايه تباهت شويه، هي ما نعرفش المنتخب الاسباني والاتحاد الاسباني مش قاعد يشوف في دياز، مش قاعد يشوف البرفورمانس اللي قاعد يعمل فيها احسن لاعب في شهر فيفري. اسكو الاتحاد المغربي على مستوى عالي جدا في قوه النيغوسياسيون وقوه الاقناع وكيفاش معناها نجموا يجيبوا اللاعب هذايا للمنتخب المغربي. كسب كبير للمنتخب المغربي. حتى يظهر لي ريال مدريد كان وجه رساله شديده اللهجه الاتحاد الاسباني، قال اسأت اداره والتعامل مع ملف ابراهيم دياز. شوف عبد الستار كما قال امين البارح، كان جت هي اسبانيا حاجتها بيه معناتها من الاول كيما عملوا مع لاعب برشلونه. لا مش انا قلت الكابتن غلط. الكابتن غلط. رمضان اثر فيك. دونك يامال لاعب برشلونه ميم با في نهارين 3 ايام رجلوا له اوراق وعملوا له جنسيه وعيطوا له كيب ناسيونال ولعبوه. معناتها كان هما حبوا من الاول على ابراهيم دياز، ما نتصورش انه هما لكن عائلته خالت اكدوا راهو اهتمام اسبانيا باللاعب وجاء على لسان جد وحكينا. ايه علاش ما عملوش لي بروسيدور اللي عملوها ليامال؟ ممكن ماتلو نوعا ما، والمغرب كانت اسرع، وممكن لوفر فينانسيير الفلوس اللي تحط الاتحاد هو بيدو الملكي المغربي. هو عمره بيدو توا ما عادش يسمح له باش يقعد يستنى راهو معناتها 25 توا 25 باش يقعد يستنى اسكو اسبانيا باش تعيط له ما تعيطلوش، ينجم يعيط له في ستاج اللي من بعده. دونك يقول لك هو اليوم المغرب فريق اللي منتخب عمل دومي فينال في مونديال، قادر انه في 2025 يهز كوب دافريك يهزها في المغرب باش يتعدى الكاس عالم. دونك باش يولي راهو الستار نتاع المغرب كيما شفنا معناها في الجزائر كيف شو اسمه شكون اسماعيل بن نصر عليه الكابيتان اللي باش يتنحى كيما شفنا رياض محرز في كيما نشوفوا صلاح لاستار نتاع هو يقول لك انا نولي لاستار نتاع المغرب وباش يكون معناها هو اللاعب رقم 1. دونك هذا ستان شوا عمله هو ينجم يكون ناجح في الاختيار نتاعو، لكن الميريت يرجع على الاتحاد المغربي، يرجع للناخب الوطني اللي يقدر يقنعه باش يجيبوا معاه. بروجي هو بدا من 2017 مع ايرفي رونار، حكينا على التفاصيل، والركراكي كان له دور هام ودور كبير في استقطاب ابراهيم دياز اللي حكينا عليه برشا مرات في الحصه هذه في البرنامج هذا يا خالد. به مونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه اللي مبدئيا باش تلعب مي جويي 2025، يعني 16 17 جويلية 2025 سينطلق مونديال الانديه في الولايات المتحدة الأمريكية. جوائز مالية هامة وكبيرة في المونديال هذا. 32 فريق، 4 فرق من إفريقيا ستشارك في المونديال. الفريق الأعلى ترتيبا بعد طبعا الأهلي والوداد، والفريق أيضا اللي باش يهز الشامبيونز ليج العام الحالي الترجي التونسي فرصته كبيرة طبعا في التأهل لمونديال الأندية 2025. فما فريق أوروبي، فريق عريق، فريق اليوفي ضمن التأهل إلى هذا المونديال. خاطر نابولي البارح خاطر نابولي وبرشلونه علاش سمعت دي لورنتس قال البارح، قالوا الصحفي قالوا عندك 10 مليون اورو مكافأة للاعبين اذا ازحت برشلونه. قالوا لا اكثر، خصصت اكثر لانه فما برشا فلوس تم وضع على الطاوله كمكافئات في مونديال 2025 من اوروبا الى حد الان.
تشيلسي ريال مدريد مانشستر سيتي اللي هزوا النسخة السابقة في الشامبيونز ليج هنا 2021 2022 و 2023 صاحب لقب 2024 ايضا. بايرن مونشن، انتر، بنفيكا، بورتو، بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، اليوفي، هذوما الفرق اللي ضمنوا بناء على ترتيبهم في اليويفا. فما فريق اخر ايضا مازال ينتظر نتائج ممكن الشامبيونز ليج هذايا باش يتأهل كآخر فريق على مستوى الفريق اللي عندهم ترتيب يسمح لهم بالتأهل إلى مونديال 2025. دونك اليوفي، اسامي كبيرة، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، انتر، من افريقيا الاهلي، الوداد، واحنا نسعى خالد الى التأهل الى هذا المونديال عن طريق الترجي التونسي اللي عنده فرصة للتأهل للمونديال بتمثيل تونس. فوالا صحيح مين اللي تحكي فيه، حكينا البارح الاسبيرونس يلزمها تتعدى لاسيك، وحكينا الفرضيه الاخرى يلزم سان داونز تتعدى زاده دونك تضمن المونديال ان شاء الله. علاش ليه ما نراوش في نشوفوا نحن الفرق الكبيره اللي ماشيه المونديال هذا ان شاء الله راهو معاهم الاسبيرونس. معناتها شرف كبير ان ترى فريق تونسي في المونديال هذا سورتو هذا معناتها اللي حاطين فيه برشا فلوس، برشا دي سبونسور نقرا عليهم الصباح. دونك بوركوا با ليه علاش ما نراوش ليسبيرونس معاهم. كي ترى فريق كيما الوداد مثلا عبد الستار يمر بفتره حرجه، ترتيبه سادس دوري في البطوله المغربيه، متاهل لانه هز اللقب في 2021 هكا 2022 ولا 2022 على ما يبدو. دونك تقول انه الترجي الحقيقه يستحق التاهل الى المونديال. اكيد يستحق التاهل. وهنا باش نربط راهو للناس اللي تحكي تقول اللي يجي في الربع النهائي للترجي مرحبا به. لا اللي يجي مرحبا به لحد شيء. على الورق راهو الترجي جهه اسيك خير ما جهه اهلي، خير ما جهه صن داونز. حتى تو كي باش نحكيو على نصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد. في البداية كده صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يصلكم كل الأخبار الجديدة. عايزين نتكلم كده في موضوع إبراهيم دياز وبعد انضمامه للمنتخب المغربي. الصورة ظهرت من قيمة عدة أشهر، وكل بعض الإعلاميين وبعض الجيران المجاورة للمغرب قالوا إن دي صورة فوتوشوب. دلوقتي بقت فوتوشوب. أيوة زي ما بقول لكم كده بقت فوتوشوب. بعض الدول بعض الجيران المجاورة للمغرب كانوا بيقولوا ان فوزي لقجع سدد مبالغ طائلة لاستمالة ابراهيم دياز ولمدربين افارقة. قال بعضهم ان انضمام دياز للاسود سيقوي شوكة المنتخب المغربي ويجعله خصما مهاب الجانب. لقجع مع دياز ستكون فعلا فوتوشوك لأصحاب النوايا السيئة والذين تمنوا كل شيء إلا أن تتعزز الترسانة بإبراهيم. فمرحبا بإبراهيم دياز، وهرد لك لمن راهنوا على عدم حضوره إلى المنتخب المغربي. للتذكير فقط يا جماعة، بين لقجع ودياز عشرات الصور الحقيقية ماشي فوتوشوب ستظهر فور ترسيم القرار. خلاص يا جماعة، عندك كده رسميا دياز في المنتخب الوطني. كل الصور اللي كانت فوتوشوب على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى فيسبوك وعلى جوجل بقت حقيقة. صورة إبراهيم دياز مع فوزي لقجع اللي كانت تركيب وليست حقيقية أصبحت حقيقة وواقع. بقى أمر مفروض على كل
الجيران المجاورة للمنتخب المغربي، ولازم يقتنعوا ان ابراهيم دياز اصبح متواجد بشكل رسمي في المنتخب المغربي. لازم يتقبلوا ده، لازم يتقبلوا ده، وما يبقاش عندهم حقد وكراهية للمنتخب المغربي. لازم يكون عندكم اقتناع ان اللاعب بقى مغربي وهيلعب مع المنتخب المغرب في مباراة انجولا القادمة وموريتانيا الودية في مارس. فعليكم ان تجتهدوا وتخلوا لاعبين الشباب عندكم يحترفوا عشان يبقى عندكم لاعيبة مثل المنتخب المغربي. مش عيب ان انت تعمل زي المغرب، بس العيب او الخطأ ان انت تحقد، ان انت تتمنى لهم ان هم يفشلوا. لا، انا اتمنى لهم ان هم ينجحوا، وفي نفس الوقت انا اطور المنظومة بتاعتي عشان انا كمان انجح وابقى زي المغرب. فالصور اللي كانت غير حقيقية اصبحت حقيقية بشكل رسمي. وهذا كان موضوعنا، وشكرا لكم على المشاهدة. مع السلامة.